الاونلاين كورس في البدايه بالنسبه لي كان هيكون صعب ان انا هشرح ازاي روبوتكس اونلاين. طب انا لما اعلمه ان هو يستفيد، بدل ما كان هيستفيد مني الساعه ونص دول او الساعتين دول، لا هو بيستفيد مني على مدار الاسبوع بالظبط لانه هيسيرش على حاجه، هيلاقي حاجه مش فاهمها، هيرجع لي، فبدل ما هو كان فاهم الساعه ونص بقى في نص ساعه زياده اللي هو فاهمها زياده. بالظبط. التقييم هيبقى ظالم جدا لو انا جيت قلت له انت عندك مشروع تخرج سلمته، فاذا انت خدت الفول مارك، ما سلمتوش فانت خدت زيرو. مؤخرا لقيته بيقول لي لا ده انا عايز ابدا بقى اجيب لمبه حقيقيه كبيره وابدا ان انا اوصلها، عشان انا لو قدرت اعمل كده انا هبدا اوصل البيت عندي خلاص كله. بقى يعني. هقدر اوصل البيت عندي كله. فبيرجع هو من نفسه بقى، خلاص الطالب اللي ما كانش عاوز يرسم في البدايه يرجع هو من نفسه يبص على السيميوليشن او يبص على الرسمه اللي هو رسمها ويقول ده انا عندي الغلطه ممكن تكون في السلك ده. من ضمن اهميه المشروع والتعب اللي انا تعبته في المشروع ان انا كمان اظهره بشكل كويس. طبعا على قد ما المشروع بيكون بسيط وسهل بالنسبه له في البدايه، بس هو بالنسبه له بحس ان انجاز كبير، وده اللي بيديله البوش ان هو يكمل قدام. عادي يا مستر، ده اقل حاجه احنا بنعملها. فالجمله دي كانت بتبسطني، لان خلاص هو دلوقتي بقى عنده ثقه بنفسه ان انا دلوقتي اي حاجه اقدر اعملها.